يا أهلا بكم مع فيلم طياري. فيلمنا النهاردة بيتكلم عن بنتين صحاب بيحبوا يغيروا جو، بيطلعوا على تايلاند فبيلبسوا في قضية مخدرات كبيرة. قبل ما نعرف حكايتهم هفكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. الفيلم بيبدأ مع أليس وهي بتحكي عن صاحبة عمرها داريل، قد إيه هم صحاب من صغرهم وبيقضوا وقتهم سوا، وبتحكي إن المدرسين كانوا دايما شايفينها إن هي الشقية وبتعمل مشاكل، على عكس صاحبتها داريل الهادية ومتفوقة دايما. وبتحكي كمان إن دار كانت في طريقها للجامعة فحبت إنها تقضي وقت مميز مع صاحبتها علشان تشبع منها، وكانت عايزة تقضي الأجازة في مكان مميز ومختلف عن أي مكان راحوه قبل كده. أليس وصاحبتها كانوا مقررين إن هما يقضوا الأجازة في هاواي، بس أليس مش شايفة إن هاواي فيها حاجة مميزة، وهي عايزة تعيش في مغامرة ورحلة ما تتنسيش، وبتسمع من أصحابها عن تايلاند وقد إيه هي حلوة وفي نفس الوقت رخيصة. صاحبهم قضى فيها الصيف كله ب$500 بس، والفكرة بتعجب أليس وبتفضل تزن على صاحبتها علشان تروح معاها. دار مش راضية علشان هي قالت لأبوها إن هما رايحين هاواي، وأليس بتوزها إنها مش لازم تقوله، ومع تزن الكتير دار بتوافق وبتروح مع أليس على تايلاند، وبيوصلوا بالسلامة وبيروحوا فندق على قد حاله الليلة فيه ب$6 بس. لكن طبعا الأوض فيه مش أحسن حاجة، ولما بيشوفوا صرصار على الحيطة بيتفزعوا وبيفضلوا يتنططوا من الخضة. وبتبدأ رحلتهم وبينزلوا يتفسحوا في شوارع تايلاند، وبيكونوا مستمتعين جدا بوقتهم وبالأماكن اللي بيروحوها. على آخر النهار أليس وصاحبتها بيفرهدوا من الحر علشان لسه مش متعودين على أجواء الطقس، وأليس بتنور في دماغها فكرة وبتاخد دار على فندق ضخم وبتقولها خليكي واثقة في نفسك واعملي زيي. وبيقعدوا على حمام السباحة بتاع الفندق وكأنهم من النزلاء، وبيجي عامل وأليس بتقوله إنها قاعدة في أوضة 414، وبيقضوا وقتهم والدنيا حلوة لحد ما بيجي العامل وبيعرفوا منهم مش نزلاء في الفندق، وهما بيتخضوا ومش بيعرفوا يتصرفوا ازاي، لحد ما بيجي شاب لطيف اسمه نيك وبيقول للعامل انهم معاه في نفس الأوضة وبيحللهم المشكلة. والبنتين بيجروا وراه يشكروه على حركة الجنتالة دي وعايزين يعزموه على حاجة تقديرا على موقفه، ويا عيني ما يعرفوش انه هيكون السبب في شقلبة حياتهم 180 درجة. المهم بيقعدوا مع بعض ويتصاحبوا عليه، وشكل الاتنين أعجبوا بيه، ودي آخرة الفراغ العاطفي. وبالليل أليس بترقص معاه ودار بتشوفهم وشكلها غيرانة منها، وبعد شوية نيك بيحوم حوالين دار وبيقرب منها، والمرة دي أليس بتشوفهم وبتتضايق وبتاخد بعضها وتمشي. دار بتلمحها وبتجري وراها وبتسألها لو كانت اتضايقت، لكن أليس بتقولها لأ عادي استمتعي بوقتك وبتمشي. ودار بتكمل ليلتها مع نيك. والصبح دار بتروح لصاحبتها وبتقولها إن نيك عايز ياخدهم معاه على هونج كونج، وبتعرفها إنه عنده شغل هناك وبعد الشغل هيكملوا رحلتهم. بس أليس عايزة تكمل في تايلاند، ودار بتعترف لها إنها معجبة بيه وعايزة تروح معاه، وأليس مش بتقدر ترفض طلب صاحبتها وبتقولها إنها تيجي معاها. وأليس بتنزل السوق وبتقابل نيك وبيقول لها على رحلة هونج كونج، وبيعرفها إنه هيسافر هو النهاردة علشان شغله وهم هيحصلوه بكرة الصبح. طبعا أليس مش بتكون طايقاه وعلى آخرها منه. بيجي الصبح والبنوتين بيكونوا متأخرين على رحلتهم، ودار بتستعجل صاحبتها علشان خايفة الطيارة تفوتها، وبيوصلوا أخيرا للمطار وبيقفوا في الصف وبيسمعوا السرينة بتاعت عربيات الشرطة، وبيشوفوا الشرطة وهم جايين بس مش بيهتموا، ويا عيني بيتفاجئوا إن الشرطة جاية ليهم مخصوص، وبيوقفوهم وياخدوا الشنطة اللي مع أليس وبيطلعوا منها مخدرات، وبياخدوا البنتين على البوكس ومنه على الاسم، وهناك بيفصلوهم عن بعض وبيحطوا كل واحدة في زنزانة. والمحقق بيقعد مع أليس وبيسألها أخدت المخدرات من مين، وأليس قوية وبتقوله مش هتكلم إلا قدام المحامي، على عكس صاحبتها خالص. دار فرفورة ومش بتاعت بهدلة ومش بتقدر تتعايش في الزنزانة اللي حطوها فيها. المحققين لسه بيضغطوا على أليس علشان تمضي على إفادة اللي بتكون مكتوبة باللغة التايلاندية، وأليس بترفض إنها تمضي على حاجة مش عارفة تقراها. وهنا بيظهر كبير المحققين وافتكروا الراجل ده كويس، بيروح لدار وهي منهارة وبيلبس عليها الوش الطيب وبيوديها حمام نضيف وبيتكلم معاها بالإنجليزي وبيخليها تمضي على إفادة باللغة بتاعتهم وهي مش عارفة إيه المكتوب. وبعدها بيرجعوا الاتنين في زنزانة واحدة، وأليس بتفرح جدا إنها شافت دار واطمنت عليها وبتقولها تخليها قوية وتعافر، وبتحذرها بلاش تمضي على أي حاجة مش عارفة تقراها. بس للأسف نصيحتها جت متأخرة جدا، ودار بتعرف صاحبتها إنها مضت على إفادة وإنها كانت مفكرة إنها بتمضي على أقوالها. أليس بتتعصب على صاحبتها وبتعرف إنها لبستهم في حيط. أبو داريل بيعرف إن بنته محبوسة في تايلاند. وقتها كبير المحققين بيروح للبنتين
وبيعرفهم إنه دور كتير على اللي اسمه نيك ده وملهوش أي أثر، وبينصحهم يكلموا محامي يلحقهم. والمصايب مش بتخلص لحد هنا، المحامي بيصدمهم وبيقول لهم لازم يعترفوا على نفسهم وهياخدوا حكم مخفف اللي هو أقل من 40 سنة. إنما لو وقفوا مع القاضي وقالوا إن هم أبرياء ومعرفوش يثبتوا ده، القاضي هيديهم حكم بالحبس مدى الحياة. وبعدها بياخدوا البنتين على سجن بوك داون، والاتنين بيوصلوا وهم خايفين ومش مستوعبين الكابوس اللي هم عايشينه، والسجن بيكون مخيف والسجانة مرعبة. وبيعدي أول يوم عليهم عذاب، والاتنين لازقين في بعضهم وماسكين ايد بعض علشان يطمنوا. وبيجي وقت الأكل، وطبعا أكل السجن دايما معروف إنه مش حلو، والبنات بيشوفوا فاكهة شكلها حلو ريقهم بيجري عليها، وفي مسجونة تايلاندية بتقول لهم خدوا منها لو عايزين، والبنات بتمد ايديها بكل براءة وبتلمحهم السجانة. وفي مسجونة أمريكية بتقول لهم اقعدوا واطلبوا السماح. دار بتقعد بس أليس بتقاوح، فالسجانة بتعاقبها وبتضربها على ايديها علشان مدتها على الأكل من غير إذن. وساعتها بيعرفوا إن المسجونة دي مش سهلة وإنها هتتنمر عليهم. وبالليل بيتعرفوا على بنتين من بلدهم، والاتنين بيعلموهم يتعاملوا ازاي جوه السجن. الصبح بيشوفوا مسجونة بتحاول تهرب من البوابة، وأليس بتسأل مالها وبيردوا عليها إنها بتطلب عفو من الملك، وبيعرفوها إن كل المسجونين هنا بيحلموا بعفو منه. وبعدها وهم شغالين في أعمال السجن، البنات اللي معاهم بيحكوا لهم عن إن محدش قدر يهرب من السجن غير مرة واحدة، لما في سجانة سابت البوابة مفتوحة. وبيعرفوها على السجانة واسمها ويلاي، والسجانة دي علشان الدولارات ممكن تعمل أي حاجة. بس في واحدة تانية بتقولهم إن دي إشاعات، وإن محدش هيقدر يخرجهم غير محامي أمريكي اسمه هانك. ومادام محامي كبير ففهمنا مشكلته هتكون إيه، إن أتعابه كبيرة جدا ومش أي حد يقدر على فلوسه. وبتمر الأيام وأبو دار بيجيلها زيارة، بس وقت الزيارة بيكون صعب جدا، الاتنين بيكونوا بعاد عن بعض وحواليهم زحمة كبيرة ومش بيكونوا سامعين بعض أصلا. ودار طبعا حاسة بالذنب وبتتأسف له إنها كدبت عليه وما راحتش هواي زي ما قالت له، وهو بيحاول يطمنها وبيقولها إنه هيعمل المستحيل علشان يخرجها من السجن. وبعد كده بيقابل أليس وبيزعق لها وبيكلمها وحش، وبيقولها إن اللي حصل كل ده بسببك. وأليس بتنزل من الزيارة وهي مش طايقة نفسها، والبنت السخيفة لسه بتتنمر عليهم وكأن الحكاية ناقصاها هي كمان. وبيجي يوم المحكمة، ودار بتحكي للقاضي إنها مضت على الورق علشان كانت مفكرة أقوالها وما كانتش تعرف إيه اللي مكتوب. بس القاضي بيحكم بالورق اللي قدامه، وبيحكم عليهم بالسجن 33 سنة لكل واحدة. والمحامي بيقول لهم نبقى نستنى العفو من الملك بقى. ويا عيني البنتين منهارين من اللي بيحصل لهم. أبو دار بيروح على السفارة وبيهزقهم إنهم مش شايفين شغلهم كويس، وبيعرفهم إن بنته مظلومة وما عملتش حاجة. وموظف السفارة بيتكلم بكل برود وبيقوله احنا دورنا على اللي اسمه نيك وملهوش اي اثر، وبيقول لابوها روح انت بلدك واحنا هنحاول نخرجها. ساعتها بيبعتوا لهانك المحامي علشان يمسك قضيتهم، وهو فعلا بيطلع على السجن وبيعرفهم بنفسه وان المحامي بتاعهم الجديد، وبيسألهم شوية أسئلة عن اللي حصل، وهما بيعرفوه إن أكيد نيك هو اللي دس ليهم الحاجة دي في الشنط بتاعتهم. وبالليل هانك بيتصل بأسرهم وبيطلب منهم أتعاب 15,000 دولار، نصهم قبل ما يشتغل في أي حاجة والنص التاني بعد الحكم. وبتبدأ رحلة هانك في الدفاع عن البنتين، وبيروح يقعد مع موظف السفارة البارد وبيقوله إنه عايز الملف بتاع القضية، والموظف روي بيقوله انسى أمر القضية والبنتين مذنبين ومفيش حد اسمه نيك، وإن هم اخترعوه علشان عايزين يلبسوا القضية لأي حد. وبيعرفوا إن هم اتمسكوا متلبسين ب6 كيلو مخدرات. طبعا هانك بيستغرب من الرقم، وفي بيته بيكون مع مراته اللي شغالة محامية برضه، وبتقوله إن الشرطة ما دورتش على مين اشترى تذكرة الطيران ودي أسهل طريقة يوصلوا بيها لنيك، بس هو بيقولها ده ملهوش أي أثر. ومراته بتستغرب من كل كمية المخدرات اللي كانت محطوطة في الشنطة الصغيرة اللي معاهم، وأكيد في حاجة غلط. وأخيرا هانك بينجح في إعادة فتح القضية وبيفرح البنتين، وبيعرفهم إنه لسه بيدور على نيك لكن لسه ملهوش أي وجود، وبيقعد مع أليس على انفراد، وبيخليها تتصل بأبوها علشان تستعجله إنه يبعت الأتعاب. وأبوها شكله كده مش مصدق إن بنته مظلومة، وأليس بتتضايق جدا من ده. وبيجي يوم الاستئناف، وهانك بيطلب من المدعي العام يجيب الشنطة اللي كان فيها المخدرات، بس بيعرف إن الشنطة اتدمرت. لكن هانك مش سهل برضه وبيكون عامل حسابه،
وبيكون جايب معاه 6 صناديق وشنطة زي اللي كانت مع البنتين بالظبط، وبيسأل القاضي ازاي الكمية الكبيرة دي كلها تدخل في شنطة صغيرة زي دي، وبيعرفوا ان الشرطة بتكذب في كمية المخدرات وبيطلب منه يسقط عنهم التهم. لكن بيحصل اللي ما كانوش عاملين حسابه، عامل الفندق اللي كذبوا عليه في أول الفيلم بيستدعوه في المحكمة وبيشهد على البنتين إن هما كدابين، والمحامي هانك بيقول لهم اللي انتوا عملتوه ده بيثبت للمحكمة إنكم سرقتوا وكذبتوا، وده يشكك في نزاهتكم قدام القاضي، والقاضي مش بيكون رحيم معاهم وبيخسروا الاستئناف وبياخدوا البنتين على عربية الترحيلات. وهانك بيقول لهم لازم تتعودوا على السجن بقى وإن خلاص القضية خلصت. البنتين بيكونوا في السجن وفي حالة حزن ويأس كبير، وأليس بتشرب مخدرات وباين عليها الحزن جدا وتأنيب الضمير علشان دمرت حياة دار من غير ما تقصد. وقتها هانك بيكون في بيته ومراته بتعرفه إن كان في 6 بنات غير أليس ودار على الرحلة اللي راحت هونج كونج، وكلهم مدفوع حسابهم من نفس الشخص، والموضوع ده ما كانش مكتوب في ملف القضية، وبيعرفوا مكان بنت من البنات دول في هونج كونج، وهانك بيروح لها على هناك علشان يقابلها، والبنت بتخاف تفتح له وكأنها هربانة من حاجة، بس هو بيقول لها إنه مش من الشرطة وإنه محامي فبتدخله، وبيقول لها إنه بيدافع على بنتين زيها وممكن يكون اتنصب عليهم من نفس الشخص اللي هي شغالة معاه، وبتقوله إنها مش عارفة مكان نيك أصلا وإنه اتضحك عليها زيهم، وبتقوله إن كل اللي تعرفه إن نيك بيصطاد البنات اللي زيهم وبيستغلهم في تهريب المخدرات. وهانك بيتأكد ساعتها إن البنتين مظلومين وبيقرر يكمل في الدفاع عنهم. وفي السجن دار وأليس بيتخانقوا مع بعض، وكل واحدة بتاخد جنب من التانية لحد ما بيجيلهم زيارة من أصحابهم، وبيكونوا جايبين لهم لبس وشوية حاجات في الزيارة. وقتها دار بتدخل في دور اكتئاب وبتتعب جامد وبيغمى عليها في نص ساحة السجن. ساعتها أليس بتاخد فلوس من الهدوم اللي جابوها أصحابها وبتروح على ولاية السجانة، وبتقول لها أنا عايزة أكلم السجانة اللي بتنسى تقفل الأبواب، وبتطلب منها تهربهم، بس البنت المتنمرة بتشوفهم ومش هتعدي الموضوع خالص. وبيجي الليل ودار بترجع من المستشفى وأليس بتصالحها، ودار بتقول للحراس إنها عايزة تدخل الحمام وبتزن جامد، والسجانة بتطلعها علشان تروح الحمام، وبتطلع وراها أليس، والاتنين بيكونوا مع بعض وبيستخبوا وهما مستنيين اللحظة المناسبة علشان يهربوا، بس بتيجي البنت المتنمرة المنافسنة بتبلغ الحراس عنهم، وأليس ودار بيجروا على الباب وبيطلعوا على العربية اللي مستنياهم، بس بيتلحقوا في آخر لحظة وبيتمسكوا، حقيقي ما شفتش في جمال حظهم، فبيدخلوهم حبس انفرادي وبيكونوا منهارين وحالتهم صعبة جدا. وقتها هانك بيطلع للسفارة وبيقابل روي وبيقوله انت عارف كل حاجة وعارف مين نيك، وروي بينكر، وهانك بيعرفه ان نيك اشترى 8 تذاكر طيران وإنه هو اللي بلغ عن البنتين علشان ال6 يعرفوا يعدوا، وروي بيقوله إن نيك وراه ناس تقيلة لا هو ولا هانك يقدروا يقفوا قصادهم، وبيعرفوا إنه شغال مع كبير المحققين، وزوجة هانك بتروح للبنات بتعرفهم إن اتغدر بيهم من نيك وإن هو اللي سلمهم علشان التمويه، وكمان عشان هو شغال مع الشرطة ولازم الشرطة تبان إنها بتقبض على حد كل فترة، وبتعرفهم كمان إن اتحكم عليهم ب15 سنة إضافية علشان حاولوا يهربوا، بس عادي كده كده خربانة. هانكي بيروح يقابل كبير المحققين وبيقوله في المستخبي كده إنه شغال مع نيك وبيقوله إنه هيفضحه، لكن كبير المحققين بيعمل معاه صفقة إن البنتين يعترفوا على نفسهم وهو هيطلب عفو من الملك. وبيجي يوم العفو وبيكونوا مستنيين دورهم علشان يقابلوا الملك ويطلبوا منه العفو، والبنات بتمضي على ورق إنهم مذنبين، ولما بيجي دورهم مش بيرضوا يخلوهم يقابلوا الملك، وكبير المحققين غفلهم وضحك عليهم وقال لهم مفيش عفو لتجار المخدرات، وبيعرف هانك إنه هرب نيك ودلوقتي ملهوش وجود يعني ما يقدرش يعمل له حاجة، وأليس بتهرب من الحراس وبتقف قدام الملك وبتطلب منه العفو عن داريل علشان هي بريئة وملهاش ذنب، وبتعترف عن نفسها إنها السبب في كل ده وإنها مستعدة إنها تقضي مدتها ومدة صاحبتها اللي دخلت السجن بسببها، وبتترجى الملك إنه يعفو عن دار، والملك بيعفو عن دار وبيسجنها هي وبيضاعف عقوبتها. دار بتاخد عفو وبتخرج بره السجن وبتقول لصاحبتها إنها كدابة ماهرة، وبتقول لها أنا عارفة إنك ما عملتيش حاجة وإنك بريئة، وأليس بتقول لها تكمل حياتها ومش لازم هما الاتنين يكونوا محبوسين، كفاية واحدة بس، وبتقول لها إنها عملت اللي كان المفروض يتعمل، حقيقي موقف بطولي من أليس، وبتكمل حياتها في السجن وهي عارفة إن هانك المحامي وصاحبتها مش هيرتاحوا غير لما يخرجوها من السجن. ولحد هنا بيخلص الفيلم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة واستنونا في الملخص اللي جاي.